اليوم في تشيلي لا يمكن وصفه إلا بكلمة واحدة: فضيحة. نعم، فضيحة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. منتخب الأرجنتين لأقل من 20 سنة، ذلك المنتخب الذي كنا نصفه بأنه الأفضل في القارة، خسر أمام المغرب، وليس مجرد خسارة بل هزيمة مهينة. المغرب يا سادة لقننا درسا في كل شيء، في الروح، في التكتيك، في الشجاعة، وفي احترام كرة القدم. قبل المباراة كنا نتحدث بثقة، نقول إن المغرب منتخب صغير، إنه خصم يمكن تجاوزه بسهولة، إننا ذاهبون إلى ربع النهائي دون تعب. لكننا نسينا شيئا بسيطا جدا: إن المباريات تلعب في الملعب لا في الجرائد. المغاربة دخلوا المباراة بعقلية المنتصر. من الدقيقة الأولى ضغطوا، قاتلوا، ركضوا، كأن حياتهم كلها معلقة على هذه المباراة. أما نحن كنا نمشي، نمرر الكرة بتكاسل، نرتكب أخطاء سخيفة، وننظر لبعضنا البعض وكأننا نلعب مباراة ودية في الحديقة. أنا لا أريد أن أكون قاسيا، لكن الحقيقة يجب أن تقال: لقد استهان منتخبنا بالمغرب ودفع الثمن غاليا. المغاربة لم يخافوا، لم يتراجعوا، لم يركنوا للدفاع، بل واجهونا وجها لوجه، هاجمونا بشجاعة وأحرجونا في كل لحظة. الهدف الأول كان صفعة، والهدف الثاني كان إهانة. في كل لقطة كان واضحا أنهم يؤمنون بأنفسهم أكثر منا. لاعبو المغرب كانوا يلعبون بقلوبهم، ونحن كنا نلعب بأسمائنا. يا جماعة، نحن نتحدث عن المغرب، منتخب شاب جاء من إفريقيا، من قارة لطالما نظرنا إليها من الأعلى. لكن اليوم هم نظروا إلينا من فوق بكل فخر وثقة. أريد أن أقولها بصوت عال أمام كل من يشاهدني الآن: لقد هزمنا المغرب في كل شيء، في الروح، في الانضباط، في الرغبة، وحتى في الكبرياء. نعم، الكرة لا تعرف التاريخ، الكرة تعرف من يحترمها أكثر، والمغرب احترمها أكثر منا، لذلك فاز. هل رأيتم وجوه لاعبين بعد المباراة؟ دموع، انكسار، خيبة. لكن الدموع لا تعني شيئا إن لم تغير شيئا. الدموع لا ترجع الاحترام الذي فقدناه اليوم. لقد أضعنا كل شيء بسبب الغرور. مدربون لم يقرأ المباراة، لاعبون لم يتحلوا بالمسؤولية، واتحادنا يعيش في عالم الأوهام. كلنا مذنبون. أريد أن أقولها بكل وضوح: نحن لم نخسر من المغرب، نحن خسرنا من أنفسنا. لكن في المقابل يجب أن نكون منصفين. تحية احترام كبيرة للمغرب. هؤلاء الفتيان الشجعان أظهروا لنا كيف تكون كرة القدم الحديثة. لعبوا بالثقة، بروح جماعية، بلا خوف من القميص الأرجنتيني. لقد جعلونا نتذكر أن كرة القدم ليست فقط مهارة، أنها إيمان وشغف وحب للوطن. أقولها وأنا أضرب الطاولة أمامي. لقد ظننا أننا سنلقنهم درسا، لكنهم هم من علمونا. تحية للمدرب المغربي الذي تفوق تكتيكيا على جهازنا الفني بأكمله. تحية لهؤلاء اللاعبين الذين جعلونا نصمت، وجعلوا كل قنواتنا اليوم تتحدث عنهم بإعجاب واحترام. الكرة تدور، واليوم دارت ضدنا بقسوة، لكن ربما تكون هذه صفعة هي ما نحتاجه لنستيقظ. في النهاية أقولها بصوت عال لكل من يزال يبرر: لا، لم يكن سوء حظ، كانت هزيمة مستحقة بكل التفاصيل. شكرا للمغرب، لأنهم جعلونا نرى الحقيقة التي كنا نهرب منها، وأننا لم نعد نخيف أحدا، وأن العالم يتغير، والمواهب الحقيقية تأتي من حيث لا نتوقع. ربما خسرنا مباراة، لكننا ربحنا درسا في التواضع، ويا له من درس مؤلم. لقد كنا نرى أنفسنا فوق الجميع، والمغرب أسقطنا إلى الأرض بلا رحمة. تقرير خاص من صحيفة الفوتبول أرجنتينو بعد الهزيمة المدوية أمام المغرب في مونديال الشباب بتشيلي. يا لها من صدمة، يا لها من صفعة على وجه كرة القدم الأرجنتينية. في تشيلي، حيث ظننا أننا جئنا لنواصل كتابة التاريخ، وجدنا أنفسنا أمام واقع قاس مؤلم بل ومهين. منتخب المغرب لأقل من 20 سنة يهزمنا هزيمة لا تنسى، ويخرجنا من البطولة ونحن لا نصدق ما حدث. قبل أيام قليلة فقط من هذه المباراة كنا نتحدث بكل ثقة، قلنا في صحفنا، على شاشاتنا، وفي مقاهينا: المغرب لا مشكلة، إنها مباراة سهلة. استهزأنا، تباهينا،
وقللنا من شأن خصم جاء من أفريقيا. كنا نعتقد أن الأمر محسوم منذ البداية، وأن اللاعبين الذين تربوا في أندية كبرى كبوكا جونيورز وريفر بليت وروزاريو سنترال سيكتفون بنزهة قصيرة نحو الفوز، لكننا اكتشفنا بسرعة أن الكرة لا ترحم المتغطرسين. شوط أول صادم، والمغاربة يلعبون كما لو أنهم في النهائي. منذ اللحظات الأولى شعرنا أن هناك شيئا غير طبيعي. المغاربة دخلوا المباراة بروح نارية، اندفاع، تركيز، سرعة وتنظيم مذهل. في المقابل لاعبون ظهروا كأنهم يلعبون مباراة ودية، بلا روح، بلا رغبة. كل تمريرة مغربية كانت تحمل فكرة، كل هجمة كانت محسوبة. أما نحن كنا نضيع الكرات ببساطة، نتأخر في التغطية ونتفرج على خصم يلعب بثقة مدهشة. وفي الدقيقة 30 جاء الهدف المغربي الأول، تسديدة صاروخية من خارج المنطقة لم تترك لحارسنا أي حيلة. سكون تام عم المدرجات الأرجنتينية. كان المشهد صادما. لم نصدق أن المغرب الذي كنا نعتبره مجرد محطة عبور صار هو من يعبر فوقنا. كنا نرقص التانجو، لكن المغرب غنى أغنيته الخاصة. مع بداية الشوط الثاني توقعنا ردة فعل قوية، لكن العكس تماما حدث. المغاربة وصلوا الضغط ورفعوا الإيقاع أكثر، كأنهم يواجهون منتخبا ضعيفا. ولم تمر 10 دقائق حتى جاء الهدف الثاني بعد هجمة منظمة بدأت من الدفاع وانتهت داخل شباكنا. ذلك الهدف قتلنا نفسيا. رأينا وجوه لاعبين تائهة حزينة، وكأنهم يعيشون كابوسا لا نهاية له. في المدرجات جلس بعض المشجعين الأرجنتينيين واضعين أيديهم على رؤوسهم. مستحيل، هذا لا يحدث، كانوا يصرخون. لكن الحقيقة كانت واضحة. المغرب كان أفضل، أقوى وأذكى. المغاربة فازوا بالكرة وبالروح أيضا. حين نحلل المباراة ببرود ندرك أن المغرب لم يهزمنا بالحظ، لقد فاز لأنه كان يستحق الفوز. كانوا منظمين بشكل مثالي، يضغطون جماعيا، يتحركون كوحدة واحدة. لم نرى منهم أي ارتباك أو خوف، رغم أنهم يواجهون الأرجنتين بطلة العالم في فئة الكبار. لقد لعبوا بثقة من يملك حلما كبيرا، وبهدوء من يصدق أن المستحيل لا وجود له. مدربهم كان عبقريا بحق، قرأ المباراة منذ بدايتها، عرف كيف يوقف مفاتيح لاعبنا وكيف يستغل ثغراتنا. بينما مدربنا بدا عاجزا مكتوف الأيدي، يصرخ بلا جدوى، وكأنه هو الآخر لم يستعد لهذا اليوم الأسود. الأعلام الأرجنتيني ينتفض، كفى غرورا. بعد المباراة امتلأت صحافنا وصحفنا بعناوين الغضب والعار. كتبت صحيفة أولي: المغرب جعلنا نبدو صغارا، الكرة لا تلعب بالتأييخ بل بالعزيمة. وصرحت كلارين: لقد استهان منتخبنا بالمغرب، فكانت النتيجة منطقية، صفعة في الميدان ودرس في التواضع. أما قناة TYC سبورتس فقالت بوضوح: هؤلاء الشباب المغاربة لم يفوزوا صدفة، بل لأنهم آمنوا بأنفسهم أكثر مما آمنا نحن بتاريخنا. لقد ساد في الأرجنتين شعور واحد بعد المباراة: العار. العار من الأداء، من الغرور، من قلة الاحترام للمنافس. دموع اللاعبين وابتسامة المغاربة. بعد صافرة النهاية كانت الصورة أقوى من كل الكلمات. لاعبون جلسوا على الأرض يبكون غير مصدقين ما حدث. وفي الجهة المقابلة ركض المغاربة نحو جماهيرهم يحتفلون بفخر وتواضع، حاملين علمهم وكأنهم رفعوا قارة بأكملها. تلك المشاهد ستبقى محفورة في ذاكرة كرة القدم الأرجنتينية، فهي لم تكن مجرد هزيمة في مباراة، بل كانت هزيمة أخلاقية قبل أن تكون رياضية. لقد علمونا درسا في الاحترام. اليوم علينا أن نكون صادقين مع أنفسنا. لقد جئنا إلى تشيلي بعقلية المتفوقين، وخرجنا منها كطلاب فشلوا في الاختبار. المغرب لم يلقنا درسا في التكتيك فقط، بل في الأخلاق، في الطموح، في الروح القتالية. بينما كنا نحن نحمل الغرور فوق أكتافنا، كان المغاربة يحملون حلم وطن بأكمله على صدورهم. كتب أحد الصحفيين المخضرمين في مقاله الصباحي: لقد جئنا نعلمهم كرة القدم فعلمونا معنى الإصرار، جئنا نريهم التاريخ فأرونا المستقبل. الخاتمة: سقوط الكبار وصعود الشجعان. في النهاية لا يسعنا إلا أن نقول الحقيقة كما هي.
لقد خسرنا لأننا استهنا بخصمنا. المغرب أظهر أن كرة القدم لم تعد حكرا على أحد، وأن الألقاب القديمة لا تسجل الأهداف. لقد كسر المغاربة غرورنا وسجلوا أسماءهم في تاريخ هذه البطولة بحروف من ذهب. نعم، إنها هزيمة بطعم الإهانة، لكنها ربما تكون بداية وعي جديد في كرة القدم الأرجنتينية. ربما علينا أن نتعلم من المغرب كيف نحلم من جديد، وكيف نلعب بقلب لا يعرف الخوف. المغرب لم يهزمنا فقط في الملعب، بل هزم فينا الغرور الذي كنا نعتقد أنه مجد. صحيفة الفوتبول أرجنتينو